السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل مع بعض آثار العملات المصرية القديمة. اتكلمنا عن الفترات الجمهورية والفترة الواحدة بين مصر وسوريا المملكة العربية المتحدة. النهاردة هنتكلم عن فترة مهمة قوي في العملات المصرية القديمة وفترة الملك فاروق. اتكلمنا عن ريال الملك فاروق وقلنا سعره كام وعامل كام. هنكمل مشوار الملك فاروق وهنتكلم النهارده عن عملتين. اول عمله فيهم هي البريزه ال10 قروش الملك فاروق، وزنها 14 جرام، مصنوعه من الفضه 835. يعني قيمه الفضه اللي فيها 835 والباقي مواد تانية. بتحمل وجه الملك فاروق ملك مصر زي ما حضراتكم شايفين، والجهة المقابلة ليها 10 قروش المملكة المصرية، والتاريخ بتاعها يا 37 يا 39. نادرة وقيمة بس سعرها مش عالي قوي. لما بتبقى بحالة الأنصر بتعمل 1000 جنيه، قد تزيد لو الحالة زيرو. بتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده، شيء رائع. شايفين حضراتكم الفخامة فيها. دي أول عملة هنتكلم عليها النهاردة. زي ما أنا قلت لحضراتكم كده، دي سعرها بيتراوح من 800 لحد 1100، بس السعر الثابت بتاعها تقريبا 1000. برضو حالة العملة بيفرق، هل هي مغبوطة، هل فيها عيب، ممسوحة، كل ده بيأثر على سعر العملة. العملة التانية اللي هنتكلم عليها هي عملة ال5 قروش الملك فاروق زي ما حضراتكم شايفين اهوت. بتحمل وجه برضو الملك فاروق، وزنها 7 جرام، مصنوعة من الفضة 835. تبقى بالشكل ده، الوزن 7 جرام زي ما انا قلت. ودي سعرها بيتراوح من 450 لحد 600 جنيه على حسب حالتها، لان كل ما تبقى الحالة زيرو كل ما العملة بتجيب سعر، وخصوصا العملات اللي مصنوعة من الفضة لانها منتشرة، سواء عملات جمال عبد الناصر او السلطان حسين او الملك فؤاد. كل ده بيفرق، لكن كل العملات اللي اتصنعت في العهد الملكي او في عهد السلطنة بتبقى 835 الفضة بتاعتها، والباقي مواد اخرى. العملتين دول مع بعض بيعملوا 21 جرام زي ما انا قلت لحضراتكم، 14 و7. تابعنا على التيك توك محمد حكيم، لايك ومتابعة واكسبلور. على اليوتيوب محمد حكيم بورسعيد. تابع معانا كل جديد، واشكركم واشوفكم على خير. السلام عليكم.